ليه اول ما تدخل المطعم لازم الويتر يجيب لك ازازه ميه؟ ليه ممكن يتاخر انه يجي يشوف طلباتك؟ ليه لما ينزل لك الاكل وتطلب منه حاجه تاني بعد الاوردر بيتاخر شويه؟ وليه الاكل ممكن ينزل بارد مش سخن رغم ان انت قاعد عندهم في الصاله؟ وليه في النهايه بيكون مستني منك تبس او بقشيش كويس؟ خليك معايا وهتعرف ليه. يا مساء صباح الفل حسب التوقيت اللي انت فيه. النهارده هنتكلم عن الويتر والشيف وستاف المطعم، كومبو كده على بعض، لان احنا بنتعامل مع الويتر بس، لكن الويتر بيكون الواجهه او اخر مرحله في تقديم الخدمات ليك سواء اكل او مشروبات. خليكم معايا وهنشوف الناس الحلوه دي بتعمل كده. الشيفات او مساعدين الشيفات او حتى ستاف المطعم هم بيتقسموا لثلاث انواع. النوع الاول بيحب الطبخ وهي هوايه قبل ما تكون وظيفه وبيفنن فيه بالمعنى الاصح، سعادته انه يشوف الناس مبسوطه من نوع الاكل اللي هو بيقدمه لهم. النوع الثاني بيكون تخصصه سياحه وفنادق، وده غالبا بيكون مهتم بالتدرج الوظيفي، يعني عايز يوصل ان هو يبقى مدير مطعم او صاحب مطعم. في الغالب ممكن يكون مش هوايته الطبخ بس بيفهم فيه كويس. النوع الثالث بقى موظف بياكل عيش، في الغالب بيكون طالب جامعي او متدرب وبيشتغل في المطعم عشان يصرف على دراسته او بدايه شغل ليه بعد التخرج بدل ما يقعد على القهوه. ويا سلام بقى لو شيف بيحب الطبخ ودارس تخصص سياحه وفنادق، عنده خبره من مطاعم كتير، هتاكل من ايده ملذ وطاب. بس عموما مفيش حد بيشتغل في الطبخ الا لما يكون عايز يخترع نوع جديد من الاكلات او الصوصات، حتى اضافات جديده على الوجبات اللي بيقدمها، يعني من الاخر كده عايز يحط التاتش بتاعه. طب هو برضه ليه لازم يجيب لي ازازه ميه اول ما ادخل؟ لما بتدخل مطعم الويتر بيفترض ان انت كنت ماشي شويه او جاي من مشوار بعيد، فبينزل لك ازازه الميه تبل ريقك وتستريح لحد ما تشوف انت عايز تطلب ايه، خصوصا لو كان الجو حر بيرحب بيك يعني. ده كمان ما يمنعش ان هي مكسب للمكان عشان سعرها بيكون اغلى وبيكسبوا منها كويس عشان بيتعاقدوا مع شركات ميه تنزل لهم منها كميات. الناس دي بجد بتبذل مجهود كبير، يعني ممنوع ياخد اجازه خميس او جمعه او سبت، ممنوع ياخد اجازه في الاعياد والمناسبات الرسميه. هم ليهم عدد ساعات شغل بس ما ينفعش يمشي طول ما في ضغط شغل، واقفين طول اليوم على رجليهم حتى لو مفيش عملاء، لان بيكون في تجهيزات وتعبئه المنتجات في اماكنها زي البان السخن والبارد وغيره. طول الوقت بينظف مكانه وبينظف معداته وبينظف ادواته وخضرواته وتكاته بقى وحركاته. واقفين قدام النار طول اليوم، ممنوع ياكل اثناء العمل او يشرب سجاير داخل المطبخ او الصاله او حتى الحمام. ليه ممكن يتاخر ان هو يجي يشوف طلباتك؟ الجرسون ممكن يتاخر عليك حتى لو ما عندوش عملاء كتير قاعدين في الصاله، لانه ممكن يكون بيجهز الخامات او ناقص عنده منتجات وبعت يجيب غيرها، او في عطل في معده من معدات المطبخ. الشيف لازم يتابع المنتجات ودرجه حراره المنتجات سواء كانت منتجات ساخنه او بارده، ويبلغ في حاله نقص منتجات معينه قبل نفاذ الكميه بوقت كافي عشان ما يعطلش. لما يقدم لك الاكل وتطلب منه حاجه تاني بعد الاوردر بيتاخر. الويتر ممكن يتاخر بعد ما تطلب منه حاجه تاني بعد ما ينزل لك الاوردر، لانه بيكون ضرب الاوردر على الكاشير وجايب لك الحساب كله مره واحده، وحضرتك بتلخبطه لانه بيكون معاه حساب اكتر من ترابيزه ومتابع حركات الصاله وبينظف ويعقم الترابيزات. ممكن ينسى يحاسبك على الاوردر الاضافي بسبب زحمه الشغل، عشان كده ممكن يتاخر شويه، ومطالب منه ان هو يستحمل تعليقات المشرفين والمدربين والمديرين ومهندسين الجوده والعملاء، ويهتم بمظهره ونظافته الشخصيه. حلق دقنه، قاصص ضوافره، بيقلع كل الاكسسوارات حتى لو دبل الجواز، لابس اوفر هيد وجوانتي وكمامه وابرون مرياله يعني ولا اكنه راح يحارب. ومطالب منه ان هو يقابل العملاء بابتسامه عريضه ويشيلهم من على الارض شيل. ولو هو شيفت بالليل مش هيروح قبل المطعم كله ما يتنضف ويتخلص من بواقي الاكل ويغسل المعدات وفلاتر المدخنه وكل ركن في المطعم وكل ما هو داخل المطعم، حتى كمان ممكن يغسل زمايله. بعد يوم طويل مليان تعب وعرق ممكن يتخصم له نص يوم عشان اتاخر او مش ملتزم باليونيفورم. طب ليه ممكن الاكل ينزل في النهايه بارد مش سخن رغم ان انت قاعد عندهم في الصاله؟ الاكل ممكن ينزل بارد بسبب لخبطه الاوردرات او موظف الصاله بلغ اوردر غلط، تم تبديل الاوردر مع ترابيزه ثانيه. ده بيحصل كتير بسبب ضغط الشغل او بلغه المطاعم الراش تايم، او ان النوع اللي انت طالبه كان عليه سحب فخلص بسرعه ويجهزوا كميه ثانيه. مطالب من الشيف انه يسوي الاكل كويس ويتاكد انه استوى حتى لو خد وقت اكتر من المتفق عليه في التسويه، لان النقطه دي بتاعت الشيف الشاطر. لما بيمسك حته اللحمه بيقدر يحدد من شكلها بس اذا كانت مستويه كويس او لا. طبعا لازم يلتزم باجراءات التشغيل اللي اتدرب عليها ويستعمل الادوات المخصصه لكل منتج زي البلانشيتا الخضراء مع السكينه الخضراء بتستخدم في تقطيع الخضروات، اما البلانشيتا الحمراء مع السكينه الحمراء بتستخدم في تقطيع اللحوم وغيرها من الادوات والمعدات. كمان لازم يتابع تاريخ صلاحيه كل المنتجات الموجوده في المخازن، يستخدم نظريه فيفو فيرست ان فيرست اوت اللي هي بالعربي كده اللي جاي الاول يخرج الاول. لازم يتابع مخازن التجميد والتبريد ويتاكد ان هم بيشتغلوا بكفاءه ومحققين درجه الحراره المطلوبه. لازم يفصل بين كل المنتجات عشان الطعم والريحه ما تاثرش على المنتجات الاخرى، ده غير انه بيتعرض لاصابات حروق او زيت يقع على رجله. ربنا يعين كل واحد على الاكل يعيشه. طب هو انا مجبر اسيب تبس وانا بدفع الحساب؟ بص يا باشا مصر، انا مش هقول لك ان مرتبات الويتر وزمايله قليله وان هم بيشتغلوا اكتر من 12 ساعه في اليوم، دي حاجه ذوقيا منك وانت ونزاهتك، بس خليني اقول لك ان الويتر بيبقى عارف الزبون اللي هيسيب تبس من
الزبون اللي هينفض له حاجه كده بالخبره، عنده نظره يعني منك تبس، يبقى شايف فيك ان انت حد شيك ونزيه وذوق وتستاهل خدمه 5 ستار. واحلى تحيه للخدمات الفندقيه. وفي النهايه احنا مش بنقول ان ده صح او غلط، احنا بنحاول نبص للموضوع من وجهه نظر تانية.